أهلا بيكم في تحليل جديد. النهاردة هنتكلم عن ماتش الحسم، الأهلي والترجي في إياب دوري الأبطال. بعد الخسارة في الذهاب، السؤال الأهم: هل الأهلي قادر يعمل ريمونتادا؟ يلا بينا نفصص خطة العودة ونشوف كل السيناريوهات. طيب خلينا ندخل في الموضوع على طول. السؤال اللي كلنا بنسأله، ايه اللي الاهلي محتاجه بالظبط عشان يعدي الماتش ده ويوصل نصف النهائي؟ الحسبة يعني ممكن تبان بسيطة، بس كل تفصيلة فيها هتفرق. بصوا، الموضوع واضح وصريح. الأهلي لازم يكسب بفارق هدفين، يعني 2-0 3-1 أيا كان، عشان يضمن التأهل المباشر. طيب لو النتيجة 1-0، ساعتها هنروح لضربات الجزاء، ويعني انتوا عارفين قلقها. الأخطر من كل ده إن الترجي يسجل هدف، لأن وقتها المهمة هتتعقد بشكل كبير جدا. تمام، عشان نمشي خطوة بخطوة هنقسم كلامنا النهاردة على 5 محاور. الأول مهمة العودة وحساباتها، بعدين المعركة التكتيكية على أرض الملعب، تالت حاجة هنبص على أسلحة الأهلي المتاحة، رابعا الحرب النفسية اللي ليها دور كبير، وفي الآخر هنلخص مفاتيح الفوز. يلا بينا نبدأ بأول نقطة، المهمة نفسها، ونشوف حجم الرهان اللي على الأهلي في الماتش ده. الموضوع مفيش أبسط من كده، مباراة حياة أو موت بمعنى الكلمة. يا تعوض الخسارة وتكمل في البطولة، يا إما للأسف هتودع الحلم الأفريقي السنة دي. مفيش حلول وسط، والفريق كله عارف كده كويس جدا. تمام، عرفنا المطلوب. نيجي بقى للسؤال الأهم، إزاي ده هيحصل على أرض الملعب؟ هنا بقى ندخل في عمق التحليل التكتيكي، وهنبدأ بخطة الترجي المتوقع وفكر مدربهم باتريس بوميل. وهنا بقى هتبان متعة الماتش كلها. فكرتين عكس بعض تماما. الترجي يعني واضح جدا هيعمل ايه، يا اما يحاول يجيب جول في الاول خالص يربك بيه حسابات الاهلي، او هيرجع لورا يقفل دفاعاته ويلعب على سلاحه الاقوى، الهجمات المرتدة السريعة. الناحية التانية الاهلي مش هيستنى، هينزل يضغط من الدقيقة الاولى. بس المعضلة الحقيقية هي التوازن. ازاي تضغط وتهاجم بكل خطوطك في نفس الوقت ما يبقاش ظهرك مكشوف لسرعات الترجي؟ دي نقطة في منتهى الخطورة. يعني لو جينا نبص على خطورة الترجي هنلاقيها بتتلخص في كام حاجة. أولاً المهاجم بتاعهم دانو ده مهاجم قوي بدني، بيعرف إزاي يستلم تحت الضغط ويثبت الدفاع. تانياً وده الأخطر، سرعة الأجنحة بتاعتهم في التحول من الدفاع للهجوم. أي كرة بتتقطع في نص الملعب في ثواني بتلاقيهم في منطقة جزائك. عشان كده الحمل كله هيكون على قلوب دفاع الأهلي، سواء ياسر إبراهيم أو اللي جنبه. التمركز لازم يكون مثالي، حرفياً غلطة واحدة ممكن تنهي الحلم. طيب اتكلمنا كتير عن الخطط والتكتيك، بس في الآخر اللي بينفذ هم اللعيبة. تعالوا بقى نبص على ترسانة الأهلي، مين جاهز ومين هيشيل الفريق في الماتش الصعب ده؟ وهنا بيجي دور القيادة قبل حتى كلام الجهاز الفني. كباتن الفريق، الناس التقيلة زي الشناوي وتريزيجيه، كان ليهم كلمة. الرسالة واضحة، الماتش ده بتاعنا، خسرتوا في تونس لازم تكسبوا في القاهرة، رصيدكم عند الجمهور على المحك. الكلام ده مش مجرد تحفيز، لأ، ده بيحط كل لاعب قدام مسؤوليته التاريخية، بيخليه فاكر إنه بيلعب باسم ملايين. وهنا يجي لأول حيرة فنية ويمكن أهم قرار: مين هيحرس مرمى الأهلي؟ عندك محمد الشناوي بكل خبرته الدولية والأفريقية في الماتشات اللي زي دي، ودي حاجة لا تقدر بثمن. وفي نفس الوقت عندك مصطفى جوبير اللي مقدم مستويات ممتازة مؤخرا وفورمته عالية جدا. الاختيار صعب وصعب جدا كمان، بس القرار ده هيكون ليه تأثير مباشر على شكل الدفاع وثقة الفريق كله. والخبر الحلو بقى، الخبر اللي بيريح أي أهلاوي، هو جاهزية غرفة عمليات الفريق. زيزو وأليو ديونج، يعني مكان نص الملعب، جاهزين بنسبة 100%. عودتهم دي مش بس إضافة فنية، لأ، دي بتدي رسالة طمأنينة للفريق كله، إننا داخلين بقوتنا الضاربة كاملة. تمام، سيبنا بقى من الفنيات شوية وتعالوا نتكلم عن الحرب النفسية، لأن في ماتشات زي دي العامل النفسي ممكن يكون أهم من التكتيك، خصوصا في ظروف غريبة زي إن الماتش من غير جمهور. العوامل اللي بره الخطوط لها تأثير كبير جوه الملعب. أول حاجة غياب الجمهور، وده سلاح ذو حدين هنتكلم عنه كمان شوية. تاني حاجة دعم الإدارة، اللعيبة حاسين إن الإدارة واثقة فيهم وموفرة كل حاجة. وتالت حاجة ودي مهمة جدا، الدعم الافتراضي. فكرة إن في ملايين بيشوفوك من البيت دي بتخلق ضغط من نوع تاني، ضغط إيجابي. النقطة بتاعت غياب الجمهور دي محتاجة وقفة. المنطق بيقول إن صاحب الأرض هو الخسران الأكبر، بس المفاجأة إن في كلام من جوه الفريق إن بعض اللعيبة شايفين الموضوع ده ممكن يكون ميزة. إزاي؟ لأن الضغط العصبي بتاع المدرجات بيختفي، والتركيز كله بيكون على تعليمات المدرب والتفاصيل التكتيكية الصغيرة. فكرة غريبة بس ممكن تكون حقيقية. طيب بعد ما حللنا كل ده، تكتيك ولعيبة وعامل نفسي، تعالوا نلخص الكلام ده كله في روشتة الفوز. ايه هي الخطوات اللي لو الأهلي عملتها
هيضمن بنسبة كبيرة إنه يكون في نص النهائي. الروشتة مكونة من 4 نقط أساسية وكلهم بيكملوا بعض. أولاً، هدف مبكر. لازم الأهلي يجيب جول في أول ربع ساعة أو نص ساعة. ده هيهد أعصاب الترجي تماماً وينقل الضغط عليهم. ثانياً، التوازن. إياك والاندفاع الهجومي الأعمى. لازم تهاجم وفي نفس الوقت ظهرك متأمن. ثالثاً، استغلال الأخطاء. دفاع الترجي مش مثالي. أي غلطة منهم لازم تترجم لهدف. وأخيراً، الخبرة. في الأوقات الصعبة لازم اللعيبة الكبار يظهروا ويهدوا زمايلهم ويلموا الفريق. في الآخر كل الكلام اللي قلناه ده، كل الخطط والتحليلات بتفضل مجرد كلام على ورق. الفيصل الحقيقي هيكون في 90 دقيقة. هل شخصية الأهلي، DNA بتاع النادي اللي بيظهر في الماتشات الصعبة، هيكون موجود على أرض الملعب؟ هل اللعيبة هتقدر تنفذ الخطة دي تحت الضغط الهائل؟ ده هو السؤال اللي كلنا مستنيين إجابته.